اهلا بيكم في مطبخ التوفير مع ام محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معنا النهارده منيو افكار اكلات اقتصاديه لطول الاسبوع بافكار سهله وبسيطه. عندي هنا ده العدس الغموس، هتجيبي ربع كيلو من العدس وتعمليه غموس بطريقه سهله وبسيطه، وكمان عملت مع طبق بتنجان بالدقه وشويه جرجير، اكله اقتصاديه وعلى قد الايد. عندي بقى هنا عملت قرص عجه بتاع بعجينه الطعميه، وكمان عملت سلطه بطاطس وسلقت بيض وحمرته في زبده، وكمان عملت بتنجان بابا غنوم، وكمان غسلت جرجير، اكله اقتصاديه وعلى قد الايد. ده كان غدانا النهارده. يلا نشوف اليوم اللي بعد كده. طبعا افكارنا كلها اقتصاديه، كل الاكلات دي انا عاملاها معاكم على القناه. يلا بقى شوف. يعني هنا جبت ربع كيلو من اللحمه المفرومه وضاعفت الكميه وعملت بيه كباب حله، وكمان عملت معاه رز ابيض، كمان عملت معاه ملوخيه ناشفه. طبعا غدا اقتصادي، يعني ربع كيلو هتضاعف الكميه وتغدي البيت كله. افكارنا كلها بسيطه وعلى قد الايد. يلا نشوف اليوم التاني بقى هنعمل فيه ايه. هتجيبي بقى لفه من الجلاش وهتعملي بقى فطيره سهله وبسيطه، وعندك بقى ربع فرخه هتعملي بقى الفطيره دي بتشريحه بسيطه. انا عملتها وكان غدانا برضو في يوم، يعني يوم بسيط برضو، ربع فرخه ولفه جلاش. هتعملي الفطيره دي برضو بطريقه سهله وبسيطه. افكارنا كلها زي ما قلت النهارده اقتصاديه. انا اقطع بقى الفطيره معاكم، شايفين شكلها هشه ومورقه جدا. يلا بقى نشوف اليوم التاني بقى هنعمل فيه ايه. شايفين شكل الفطيره؟ عندي بقى اليوم التاني انا حبيت اعمل بقى النهارده الاكل البسيط بتاعنا. عملت بقى فاصوليا خضراء، وعملت رز بالشعريه، وعملت كمان عندي بطيه عملتها برضو غدا برضو. يعني حبيت يعني اعمل اكل يعني في وسط الاسبوع يكون مغذي للاولاد. ده كان غدانا برضو النهارده. فكره برضو بسيطه، ممكن تستغني عن البطه وتعملي مثلا يعني تجيبي يعني فرخيه او كيلو من الاجنحه وتعملي جنب الخضار. هنا جبت نص كيلو من الكبد والقوانص، وعملت مكرونه محمره، وحمرت بطاطس في طبق سلطه. برضو فكره سهله وبسيطه. وهنا برضو جبت عندي صدر فرخة، ربع فرخة، وعملت صينية يعني مكرونة بشاميل بالفراخ، وعملت كمان طواجن. برضو فكرة سهلة وبسيطة. يا ريت بقى عاجبك الفيديو تنوروني بالاشتراك في القناة بقى، وتسيبي بقى كومنت يشجعني. كل الأفكار دي هتلاقيها موجودة على القناة.